السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم غنتعرفوا بالضبط فين غادي تستثمر فلوسك بالنسبه للناس اللي باغيين يستثمروا في عقارات سكنيه من اجل الكراء، من اجل الايجار. انا عارف اللي متبع لي بزاف ديال الجاليه المغربيه في هذه القناه ديالي، ممكن نوجه لهم تحيه الله يسهل على الجميع. وعارف بلي بزاف منهم كيبغيو يستثمروا، كيعرفين صراحه كيفاش يشريو، لان الاغلبيه الساحقه فيهم كيمشي للمدينه فين تزاد فيها وكيشري تماك السكن ديالو وكيخليه مسدود، ما كيستافد لا من الكرا لا من حتى حاجه. المهم هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبارطاجي معكم هاد الداتا، وغادي نشرح لكم كيفاش تقدروا تحسبوا راسكم وتعرفوا فين تستثمروا بالضبط في المغرب، اي مدينه، وشحال غادي يكون عندكم العائد في هذاك الاستثمار اللي غادي ديروا. اول حاجه غادي ندوي عليها قبل ما ندوزو نبارطاجي معكم الداتا، هي اهم مؤشر اللي خصك تبازي عليه فاش تبغي دير الاستثمار ديالك في العقارات السكنيه من اجل الايجار، واللي كيتسنى متوسط عائد الايجار السنوي. كيفاش كيتحسب المتوسط ديال العائد ديال الايجار؟ غادي نعطيو مثال بركون باش يجيكم هادشي ساهل. غادي نديرو باللي لقينا واحد البارتمون فيها جوج ديال البيوت في بوركون، هادشي راه ماشي كتمن حقيقي كعمثال باش يفهم كلشي، ودرت مليون ديال الدرهم باش تجي ساهله في الحساب. لقينا بارتمون فيها جوج ديال البيوت، والثمن ديال هذاك البارتمون مليون ديال الدرهم. هذاك السيكتور، هذا بوركون هذا المتوسط ديال الكرا هو 6000 درهم، نديرو مثلا 6000 درهم. اذا الا شتينا 6000 درهم وضربناه في 12 شهر، هادشي راه غير مثال ماشي الارقام الحقيقيه، حنا ندوزو الارقام الحقيقيه وديك الساعه شوف راسكم. يعني المتوسط غادي نشدوه غادي نضربوه في 12 شهر، الا درنا 6 في 12 غادي تعطينا 72000 درهم. كنشدو 72000 درهم وكنقسموها على مليون ديال الدرهم، هذا تعطينا 0.72. كنشدوها 0.72 كنضربوها في 100 غتعطينا 7.2%. هاد 7.2% هي العائد ديال هذاك الاستثمار اللي غدير. شريتي بارتمان مليون ديال الدرهم كل عام غتبقى تعطيك 7.2%. هي راه ماشي فيكس، هذا راه غير مؤشر. هاد الانديكاتور هذا، بهاد الانديكاتور كتقدر تعرف فين هي احسن بلاصه اللي غتستثمر فيها. راه تقدر تلقاه مدينه اللي عليها واحد الطلب كبير، بحال مثلا دابا كازا، الطلب على الايجار طالع بزاف، لكن العائد السنوي اقل من مدن اخرى اللي غادي تقدر تشري فيها العقار بقل من كازا. كيسمو قلت لكم كنتبازاو على الاستثمار الاول باش شحال غادي نشريو لك العقار. راه مثلا المتوسط ديال العائد ديال الايجارات في كازا هو 5 فاصله شي حاجه، انا نبارطاجي معكم الداتا، وكاين لي مدن اخرى اللي طالع اكثر من 10%. دونك عوض ما تمشي تشري بارتما ديالك انت ولد كازا، مشيتي لبرا جمعتي واحد راس ديال المال، اولا انت ولد كازا تزاديتي في كازا وخدمتي وسهل عليك الله وبغيتي تستثمر في عقارات سكنيه من اجل ايجار، غادي تبان لك كازا لا، راه خصك تحسب وتشوف فين هي احسن بلاصه اللي غادي تكون فيها المردوديه اكثر اكبر، ويكون فيها بطبيعه الحال الطلب طالع. وهذا الشيء راه تقدروا تحسبوه راسكم. غير هو من الافضل تمشي تابوناو في هذوك لي سيت اللي كيهزوا الداتا من لي سيت اوفيسيال ديال مثلا البنوك المركزيه، البنك الدولي، المهم كيجبدوا هذيك الداتا وكيديروا الاناليز كيعطوك داكشي واجد. بغيتي انت دير لراسك كتمشي تشوف كل مدينه بشحال مثلا هذاك السيكتور اللي انت مهتم به، شحال العقار داير تما، شحال متر كاري داير، وكتشوف شحال غادي تستثمر، وكتشوف في المتوسط ديال الكرا في هذيك المنطقه شحال داير، وكدير الكالكيل لك انت راسك. كتولي تتعرف فين غادي تشري، كتولي انت واكل هاد الدومين. وهذا الشيء ما عمر شي واحد ما خرجوش شرحوا لينا او لا وراه لينا او لا. المهم نقدر نقول ما طحت حتى شي فيديو اللي في هذا الشيء، لكن انا والله العظيم ما عمرني تلاقيت مع شي واحد كاع اللي كيدوي العقار كيبقاو علينا الفقاعه الانهيار وياك تستثمر في العقار. لا سير استثمر في هذا، مع العلم ان 85% ديال الاستثمارات ديال الاغنياء كتكون في العقار. تخي 85% من هذوك الاغنياء كيمشيو كيتوجهوا للعقار، كلهم عندهم العقار. اذا هاد الاغنياء هادو ديال لي زيليت ديال العالم مكلخين داكشي علاش كيشروا العقار كيف ما كيوهمونا ولا كيوريو هاد الناس هادو في الويب. المهم ماشي الموضوع ديالنا. غادي نبداو بالداتا ديال كازا. كيف قلت لكم هاد الداتا اخر ميزاجور ديرت نهار 12 شهر 7 2023، وان شاء الله الرحمن الرحيم الا توصلت بالداتا ديال 2024 غادي نبارطاجيها بحالكم. الافريج هو 5.62%، ومشادين هادشي كامل وقاسمينو وعاطينو المتوسط. انت كتشوف على حساب الكارتي اللي مهتم به في كازا، صراحه مقسمين غير على 4 ديال الكارتي، عاطين راسين، غوتسي، دار بوعزه، بورغون. هاد لي كارتي هادو الا مشيتي تشوف مقسمين لك واروج ديال الغرف، 3 4، المهم على حساب كل كارتي، وانت كتشوف الثمن ديالو بشحال متوسط باش تشريه. وهذا الشيء راه تقدر تحقق منه غير في لي سيت اللي كيتحطوا فيه لي زانونس ديال البيع ديال لي زابارتمون، واللي فيهم ريت حتى هما الثمن ديال الكره، تقدر غير تما تدخل وتشوف بشحال داير المتر كاري. ولكن من الافضل كتمشي تجيب ارقام رسميه من المواقع ديال الدوله اللي كيعطي كل سيكتور شحال داير الثمن فيه. المهم هنا عندنا مثلا كارتي راسين.
الا خديتي دار فيها جوج ديال الغرف، المتوسط باش غادي تشريها هو 265 مليون ديال السنتيم، والمتوسط ديال الكراء هو 10000 درهم تقريبا. يعني العائد اللي غادي يكون عندك راه وريتكم كيفاش تحسبوه هو 4.83%. لكن الا مشيتي مثلا غير لدار بوعزه، الاستثمار الاولي باش تشري جوج ديال الغرف غيكون هو 137 مليون ديال السنتيم تقريبا. لكن الكراء ديالهم يقدر يوصل ل 8000 درهم. تقدر تلقى بلايص بقل وتقدر تلقى بلايص باكثر. المهم تدخل ودير الحسابات ديالك بلا ما تعتمد على هذا الشيء. المهم الاستثمار ديالك في كارتي غاسين غادي يعطيك تقريبا نقولوا 4.9%. لكن الاستثمار في دار بوعزه غادي يعطيك شراء اكثر من 7%. دونك الى وحسن انا باغي نشري العقار السكني من اجل الايجاب، غادي نشري بقل بثمن اقل والعائد غادي يكون اكثر واكبر. دونك الا كنتي ذكي راه غادي تمشي لدار بوعزه وما غاديش تمشي تستثمر في غاسينه ولا تمشي لبرغوكون. المهم هذا غير كازا. المتوسط هو 5.68% في المدينه كامله. لكن الا مشينا مثلا لمراكش غادي نلقاو باللي استوديوهات موجودين حتى هما عليهم الطلب، عوض ما غادي نشري مثلا انا دار ب 150 مليون في كازا فيها جوج الغرف وغادي تجيب لي واحد العائد ديال 7% او قل من 5% في كارتي غاسين، نمشي لمراكش نقدر نستثمر استوديو غادي يجيب لي عائد ديال 8 اكثر من 8%. سيروا قلبوا غادي تلقاو ها هما جوج الغرف متوسط ديال الثمن ديال البارتمان في مراكش دايرين 77000 دولار، يعني 77 مليون ديال السنتيم. والمتوسط ديال الكرا ديال هاد جوج ديال الغرف هو تقريبا 6000 درهم، ما بين 5000 و 6000 درهم. تندوي على متوسط، تقدر تلقى قل تقدر تلقى اكثر. يعني العائد اللي غادي يكون عندك من هذا الاستثمار هذا هو تقريبا 9%. يعني انتم شوفوا مشينا من كازا لمراكش غادي يكون عندنا استثمار اقل، عوض ما نستثمر 200 مليون باش ناخذ 5%، او لا 260 مليون ولا 180 مليون ولا شي حاجه في كازا غاسين، نقدر نمشي لمراكش نستثمر 100 مليون وغادي يكون عندي واحد العائد ديال 7% ولا 8% ولا 9%. يعني بحال هكا كتحسب انت كدير لي كالكول على حساب الكارتي، ما تبقاش تشوف هذا الشيء جينيرال اللي كيعطي المتوسط ديال المدينه كامله. انت غتمشي على حساب الكارتي ودير الكالكول ديالك وتشوف شحال غادي يعطيك. ما تحب حتى ريال حتى تشوف واش كاين طلب في هذيك المنطقه، يعني مطلوب الكرا على الجهد. هادشي راه ساهل باش تعرفوا. تمشي تشوف غير الديور، تخرج لهذيك المنطقه اللي باغي تشري فيها تلقى باللي الكرا بزاف ديال الديور موجودين الكرا، فراه هادشي كيعني باللي العرض اكثر من الطلب. لكن ملي كتمشي لواحد الحي وكتقلب على الكرا وما تلقاهش الكرا ما كاينش، فراه عرف باللي ديك البلاصه احسن بلاصه تقدر تستثمر فيها، بالخصوص الا كان حدا شي حوايج اللي كيبين لك باللي الطلب طالع ومستمر غيبقى ديما حداهم، مثلا الخدمه بحال نيرشور او لا. المهم راه هادشي راه غيتعرفوا راسكم. ندوزو للرباط. الرباط اللي كنت حاقرو صراحه. المهم متوسط ديال الشراء ديال جوج ديال الغرف، بارتما فيها جوج الغرف هو 187 مليون، والمتوسط ديال الكراء واللي ما عمرني ما صراحه ما دخل لي ما توقعت هذا الثمن هذا، وتقريبا شي 9800 درهم. المتوسط ديال العائد على الايجارات اكثر من 6%. دونك ها هي دابا غير الرباط ولات احسن من كازا، مع العلم ان كازا فيها الطلب كثير، فيها بزاف ديال المؤشرات اللي مزيانه، الا انه العائد على الاستثمار ديالك في الرباط غادي يكون افضل من العائد على الاستثمار في كازا. نمشيو نشوفوا طنجه. طنجه صراحه ما عرفتش هذه ستاتيستيك حيت جاني هادشي بزاف وطالع الثمن. نتمنى الا كاينين الناس في طنجه ياكدوا لنا هذا الشيء. انا دخلت قلبت على الاثمنه ديال الديور لقيت ما بين 85 100 مليون 70 مليون، ما عرفتش منين جابوا هذا المتوسط 47 الف دولار. لكن هاد الناس هادو راه الداتا كيحطوها لك هي هذه كيف ما كتبارطاجا بمورو بلوغ او لا في ساروتي او لا. المهم هادوك البلايص اللي كتبارطاجا فيها الداتا كيحطوها لك. المهم هنا دايرين لك باللي بورجي متوسط ديال العائد على الايجارات كيفوت 12%. 12%. دونك اما احسن نمشي لكازا ولا نطلع لطنجه، نمشي لمراكش ولا نطلع لطنجه. والاستثمار ديالك غادي يكون اقل، الاستثمار الاول اللي غادي تحط غيكون اقل من داكشي خصك تحطه في كازا ولا في الرباط. هذا غير مثال. نمشيو لتماره. في تماره المتوسط ديال العائد على الايجارات هو 5.1% ولا اكثر من 5%. دونك بحال كازا، لكن تماره الاولى غادي يكون قل. نمشيو لاكادير.
اكادير اللي كنت شفت واحد الكومونتير ديال واحد السيد قال لك موفي زافير هذا الاستثمار في العقارات السكنيه من اجل الايجار في اكادير لان ما فيها ما يدار. وحنا ملي كنشوفوا هاد لي شيفر كنلقاو باللي اكادير احسن من كازا في الاستثمار في العقارات السكنيه من اجل الايجار. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا ما عرفتش هاد الاثمنه ديال الغرف، متوسط ديال الكرا هو 4500 درهم تقريبا او 4400 درهم، والعائد هو 7%. المهم متوسط في المدينه كامله هو 6.91% وكثر من 6%. دير سيدي انت حا 5 انت نقص على هاد لي شيفر اللي عاطين، نقص الا كنتي باع غاز وما فيك ما تمشي دير الحساب وتبقى تبقبق. واش واخا هادشي راه كنظن شي واحد حيحط راس المال في واحد العقار سكني وحيدير واحد الاستثمار وما حدش يمشي يدير لي كالكول راسو. انت ناقص سيدي 1.5% على هادشي كامل. اي مدينه عاطين فيها كذا ناقص سيدي ب 2% ديما ناقص 2%. المهم انا بالنسبه لي ما تعتمدش على هادشي، انت سير ودخل لهداك السيت. انت ساكن مثلا في كندا، جمعتي واحد راس المال، بغيتي تشري واحد السكن في المغرب وبغيتي تكريه، لكن بجرد تكريه بالوراق ديالك بالعقد ديالك مسائل ديال قانونيه باش ما طيحش في الراس مع بنادم راه بشر خايب. كتجي كتشوف الاستثمار، انا عندي قده وقده ديال الفلوس في البلاصه اللي نقدر نستثمر فيها. كتشوف هاد المدن اللي تقدر تستثمر فيها، وسط هذوك المدن شنو هما لي كارتي اللي فيه الطلب طالع على الكرا، طالع مستدام يعني تطالع وحيبقى. كتعزل دوك لي كارتي، كتصفي، كتحيد الاخرين، كتهز هذوك لي كارتي. فهاد لي كارتي هادو كتشوف مثلا في كازا ها شحال العائد حيكون عندي، في مراكش ها شحال العائد حيكون عندي، في الداخل ها شحال العائد حيكون عندي ديال على ذاك الاستثمار، طنجه ها شحال. وانت غادي انت تصفي بشويه على المغرب كامل وغادي تعرف المدن. انا بالنسبه لي حاليا حد الساعه على حسب هاد لي ستاتيستيك اللي توصلت بهم، فطنجه هي احسن بلاصه اللي تستثمر فيها من اجل الاستثمار في العقارات السكنيه اللي باغي نكريوها من اجل الايجار. عندك طنجه، مراكش، اكادير، كازا. المهم ملي غتوصل بلي ستاتيستيك ان شاء الله ديال 2024 ونتمنى يكون فيها مدن اكثر، ديك الساعه غادي نبارطاجي معكم. وانتم ما تسنوش كاع هاد لي ستاتيستيك اللي غنبارطاجي معكم، دخلوا راسكم وديروا لي كالكيل ديالكم، راه سهله باش تعرف كل سيكتور. مثلا حدانا 13000 درهم، 14000 درهم للمترو كاري. كتزيد شويه تبعد علينا كاين سيكتور اخر حدانا 17000 درهم، 16000 درهم. هذا هو الثمن. كتمشي لاحسن بلاصه عندنا في كازا، كنظن وقيله الا بقى الثمن هو هذا كاين شي 23000 درهم المترو كاري. وإلا مشيتي لدوك اللوكس بوحدهم، واحد جهه سينديباد وداك الشيء، راه كنت سمعت باللي كاين تما 60000 درهم مترو كاري حتى المارينا وداك الشيء. ولكن هذاك استثمار فاشل بالنسبه لك الا كنتي باغي دير الكرا. هذاك استثمار فاشل. شحال باش غادي تكري انت هذاك العقار اللي شريتيه انت ب 600 مليون اولا بمليار؟ اسيدي غنديرو غادي تلقى اللي كري عندك 30000 درهم بحال حتى مليار باش تاخذ 3%. واش فهمتوا؟ راه مازال داخلش العقل. دونك انت كتشوف الاستثمار اللي تحط، ما تشوفش البرطمه شحال ساويه. الا عندك الفلوس كتشوف هذيك البرطمه شحال غتجيب لك، شحال غادي تسوى من هنا لقدام وشحال غتجيب لي في الكرا. المهم نتمنى نكون لخصت وعطيتك المختصر المفيد وما تبقاوش تالفين في هذه المسائل هذه. بالنسبه للناس اللي باغيين يستثمروا العقارات السكنيه من اجل الايجار، راه هادشي اللي كاين الخوت، ما كاين حتى حاجه اخرى. كتحسب شحال تستثمر، ما يهمكش شنو غيوقع في الاقتصاد. اللي كيهم انت هو خصك منطقه اللي يكون فيها الطلب على الكرا طالع ومستمر مستدام، يعني يبقى ديما هذاك الطلب يوقع اللي يوقع في الاقتصاد. واحد البلاصه اللي حداها الشركات راه غيبقاو ديما الناس محتاجين يكري فيها باش يمشيو للخدمه ديالهم. عندك واحد البلاصه اللي حداها واحد المهم الجامعات والمدارس، فراه محتاجين طلبه يكريو باش يقراو. المهم بحال هكذا كدير. عندك مثلا بغيتي العقارات، الايجار ديال الموسمي ديال السياحي، العقارات السياحيه، فراه انت عارف بلي كاينين واحد المدن في المغرب اللي ديما بلان بالسياح. بحال هكذا كتبقى تحسب. انا ما كنفضلش العقارات السياحيه كما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت. اللي عزيز عليا انا هو هادشي ديال الكره ديال العائلات على طول السنه. المهم انا ملي توصلت بهذه الخطه هذه كنت بغيت نبارطاجيها معكم كراطو. نتمنى تكون استفدتوا حتى لنا لا فيديو ديالي تكون سايره. تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.